ازاي تخلي كلبك يحبك. وقبل ما نبدأ الفيديو علشان يوصلك كل جديد اعمل سبسكرايب وفعل الجرس. يلا نبدأ موضوعنا. لما تشتري كلب او اي حيوان اليف بتحبه وبتبقى حاسس انه بيحبك جدا، ولان الكلب هو رمز الوفاء، فاحنا هنا هنشرح لك ازاي تخلي كلبك يحبك جدا ويكون في بينكم علاقة صداقة ومحبة دائمة. عموما الكلب من يوم ما بتجيبه بيحس انك كل عيلته، وبيبقى مستعد للموت في سبيل الدفاع عن من يحبه وأسرته. ولازم نعرف حاجة كمان، ان الكلب بيحس باللي ما يحسش بيه الانسان، يعني بيعرف مين بيحبه ومين متضايق منه، واكتر من كده بيحس بمين بيحب صاحبه ومين بيكرهه، وده لانه عنده حاسة شم بتظهر ما يشعر به الانسان، وكائن ذكي جدا وطور ذكائه بعشرته للبشر. لكن تربية الكلاب ليست بالعملية السهلة أبدا، بل هي عملية رعاية واهتمام لا تنتهي، والكلب بيحب وبيعرف الشخص المهتم بيه وبيراعيه. ودلوقتي نخش في الموضوع اللي هو ازاي اخلي كلبي يحبني. 1. اهتم بصحته من تطعيمات وأدوية، لأن صحته من صحة أسرتك وهو هيعرف إنك مهتم بيه. 2. اهتم بطعامه ووفر له طعام متوازن ومفيد، وده ما يمنعش إنك تديله الطعام اللي بيحبه بنفسك وتأكله بإيدك، لأن ده بيوجد ترابط بينكم. 3. لازم توفر له المية النظيفة بنفسك والفرشة النظيفة للنوم سواء في الصيف أو في الشتاء. 4. خرج كلبك معاك وخليه مرتبط بيك، فسحه وخرجه ومشيه، ويفضل لو عندك مكان واسع إنك تسيبه من غير طوق يلعب ويجري حواليك من غير أي أوامر، هو مجرد لعب وبس. 5. الاهتمام بنظافة الكلب، يعني تحميه بإيدك وتسرحه وتنظف أسنانه بنفسك، كل ده هيزيد الترابط بينكم. 6. خلي بينكم لغة إشارة مع لغة الكلام، وده هيقربكم من بعض. 7. ما تضايقوش بالأحضان والبوس، لأن الكلب بيكره إنه يتكتف، وما تفتكرش إن دي وسيلة لإظهار الحب. 8. لما تخرجوا مع بعض سيبه يشم ويستكشف الدنيا بنفسه، ما تضيقش الطوق على رقبته ولا تشده منه جامد، خليه يحب الخروج ويتبسط. 9. ما تخليش العلاقة بينكم مجرد أوامر وخناق وزعيق، خلي علاقتكم فيها حب ولعب. 10. حتى لو مش فاضي خصص من وقتك ساعتين يوميا على الأقل تقعدها مع كلبك، يجي يقعد جنبك تلعب معاه بالكورة أو بالحبل. كل اللي فوق ده ممكن حد يقراه ويقول ده مجرد للرعاية بالكلب مش عشان يحبني. أحب أقولك إنه لو كلبك أنت الشخصي والبواب هو اللي بيحميه ويأكله ويشربه وينظفه ويخرجه، اعرف إنه بقى كلب البواب مش كلبك، وبيحبه أكتر منك، لأن الكلب زي ما قلنا مخلوق رقيق وحساس وبيشعر باللي جواك، وكمان بيفهم مين اللي بيرعاه. مش بس كده، إخلاصه وحبه كله ممكن ما يبقاش ليك ويبقى لغيرك، وساعتها لا تلومن إلا نفسك. لو مش هتقدر تراعيه ما تشتريهوش. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وكومنت وشير لحد يهمه الأمر.